jungle. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله الحلقه الثالثه من سلسله تعليم فن الكونغ فو. اخذنا في الحلقه الثانيه اخذنا التشريحيات وازاي نطلع التشريحيه، واخذنا غرضا وغرض بدني عشان اطاله الاوتار الخلفيه واطاله العضله الخلفيه للرجلين. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من جزء تعليم التشريحيات. هناخد النهارده كيفيه الضرب بالتشريحيه. اولا كيفيه الضرب بالتشريحيه الاماميه. واقف الشمال قدام اليمين ورا، اللي خدناه الوضع اللي خدناه المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت. الشمال قدام اليمين ورا، انتناء في رجلين. بعمل التشريحيه اللي خدناها المره اللي فاتت، بس كل اللي بعمله بعد ما عملت الاطاله بتاعتي بالحميه بتاعتي، كل اللي بعمله عشان اضرب ان انا بزود مسافه رجلي لقدام، ان اللاعب او الخصم او المنافس بيني وبينه مسافه كبيره، فانا علشان اصيبه برجليا بالتشريحيه لازم ازود مسافه رجلي لقدام. وانا ماشي بنظريه دايما ان المسؤول عن تزويد المسافه وكسره المسافه في جسم الانسان هو الجذع ده المسؤول عن تزويد المسافه، اما القوه فهي المسؤوله عنها العضلات. فانا اللي بعمله ان انا بزود مسافه رجليا. انا لو عملت التشريحيه العاديه قلنا الجذع بيبقى بالانحناء لقدام، صح؟ اهو دي ما ينفعش اضرب بيها. التشريحيه الاماميه اللي هي جذع بيطول للامام ما ينفعش اضرب بيها عشان كل مسافه رجلي للامام، يعني رجليا بتبقى مسافتها قصيره ما ينفعش اضرب بيها. فانا عشان اضرب بالتشريحيه الاماميه لازم احط في اعتباري ان المسافه اللي بيزودها جذعي. فكل اللي بعمله وانا طالع التشريحيه بدل ما بعمل ميل بجذع لقدام بعمل رمي بجذع للخلف، يعني برمي الجذع للخلف وبزود اطاله رجليا، بزود المسافه بتاعت رجليا لقدام بهذا النموذج. واقف يبقى انا برمي جذعي، يبقى بعمل عكس تمرين الاطاله. تمرين الاطاله بيبقى جذعي لقدام، لا المره دي انا برمي جذعي لورا، برمي جذعي وبزود مسافه رجلي عشان هاجم الخصم. دي كيفيه الضرب كده. احنا كيفيه الضرب بالتشريحيه الاماميه. ازاي اضرب بالتشريحيه الاماميه؟ طيب ازاي اضرب بالتشريحيه الدائريه؟ عشان اضرب بالتشريحيه الدائريه لازم برضو نفس الكلام، ارمي جذع للخلف وامد رجلي على قد ما اقدر، بزود مسافه رجلي لقدام. اللي بعمله ان انا بضرب التشريحيه الدائريه العاديه بتاعتي بس برمي جذع لقدام. والتشريحيه الدائريه بيستخدموها في فن جديد في البرازيل اسمه فن الكابويرا البرازيلي، بيستخدموا فيه انهم بيهاجموا بالتشريحيه. ممكن اهاجمك بالتشريحيه بس برمي جذع وحيد، جذع لورا، وحيد جذع لورا، جذع مش لقدام، لا جذعي برميه لورا وبهاجم. بهاجم بالتشريحيه الدائريه، بضرب بيها، بضرب بالتشريحيه الدائريه برمي جذعي لورا. يبقى السر فين؟ ان انا اضرب. ايه الفرق اللي بيفرق بين التشريحيه اللي غرضها الاطاله والتشريحيه اللي غرضها الضرب؟ الفرق او السر في جذعي. جذعي هو اللي بيفرق بين ان دي اطاله وان دي ضرب. ادي الوضع النهائي بتاعي، وادي الوضع النهائي بتاع التشريحيه العاديه. يبقى السر في جذعي. ادي الوضع النهائي بتاع التشريحيه الدائريه بدون ضرب العادي بتاع الاطاله، وده الوضع النهائي بتاع التشريحيه الدائريه بالضرب. يبقى السر فين؟ السر في جذعي، هو اللي بيزود المسافه، مسافه رجليا اللي انا اضرب بيها. طب كيفيه الضرب بالتشريحيه الداخليه.
دائما كان بيعلمنا استاذنا بروسلي في الافلام ازاي بتضرب بتشريحيه داخليه يتبعها ركله خلفيه، زي مثلا ان انا بحط تشريحيه خلفيه وراها كيكاتو خلفي او وراها ركله خلفيه بكعب القدم. لازم اصيب الاثنين، يعني لازم التشريحيه الدائريه الداخليه تصيب والخلفيه برضو بكعب القدم تصيب، الركله الخلفيه تصيب. فكل اللي بعمله برضو نفس السر اللي قلنا عليه، برمي جذعي لورا. يبقى برمي جذعي لورا. دلوقتي سيبك من الخلفيه الدائريه دي، هناخدها فيما بعد في السلسله المتقدمه قدام في الحلقات اللي بعد كده، بس خلينا نركز دلوقتي في كيفيه الضرب بالداخليه. برمي جذعي هاي 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 هاي، واحد اثنين واحد اثنين، برمي جذعي. يبقى كده خدنا كيفيه الضرب بالتشريحيات. موضوع سهل، موضوع بسيط. كل اللي بعمله ان انا برمي جذعي للخلف، مش بحطه للامام، لا برمي جذعي للخلف وبمد رجلي عشان اهاجم بيها الخصم. الى اللقاء في الحلقه الرابعه ان شاء الله، والى موعد اخر. السلام عليكم.